السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شنو اخباركم؟ يا رب تكونون بألف خير وصحة وعافية. اللي يشوفني اول مرة وياكم طيب عماد. تذكرون هاي الحركة كنت اسويها من ايام كلية الطب ومن ايام الدراسة ومن قبل ما انخطب ومن قبل ما اتزوج ومن قبل ما يصير عندي بيبي. اشتقت لكم كوما طيبة. اذا انتي مشتاقة لنا ليش لا عاد انتي ما تنزلين على اليوتيوب؟ صار لك ما اعرف ايش كم شهر، جيبي القهوة مالتك او الشاي مالتك او ابدي روتين العناية بالبشرة اثناء ما انتي تتفرجين عليه، او قومي رتبي غرفتك او طلعي الملابس وصفطيها مرة ثانية، ما اعرف شو تسوي. المهم هذا الفيديو راح تطلعين من عنده بعدة تجارب انتي مستفادة من عندها، وهي هاي اسباب غيابي على اليوتيوب. صار لي كذا شهر. يخص المشروع اللي دخلت بيه، يخص الأمومة لأن تعرفون أنا عندي بيبي عمره سنة وشي، شي يخص دراستي وشغلي. أثناء ما أني أصور الفيديو راح أجاوب على تساؤلات كم سؤال هيجي أخذ من الإنستغرام. يلا نبدي. راح أحكي لكم أول سبب خلاني أبتعد عن كل البشرية خصوصا اليوتيوب. دخلت بمشروع، هذا المشروع عبارة عن مطعم فتحناه ببغداد أنا وأهلي، وأغلب المسؤولية كانت علي أني، فتحملت يعني دخلت نفسي بشي كلش كبير، وأنا ما كنت أعرف إنه هو لهاي الدرجة يحتاج مسؤولية وفلوس وجهد ووقت. فتحنا فكرة كريب، مطعم كريب اللي أنا أصلا كنت عايشة بمصر، كان منتشر بكل مكان، بالعراق مو منتشر. فحبيت إنه هاي الفكرة تدخل بغداد، ففتحت مطعم كريب في العراق بغداد. الحمد لله وشكر، كانت كل أي أحد يجي يرجع مرة ثانية، والآراء كانت تخبل، وأني كنت كلش مقتنعة بالطعم، كلش يعني حيل حابته. أصلا هسه من دا أحكي أنا دا أشتهي كريب. المهم المطعم أول 6 شهور الحمد لله شكر كان يعني ما أقدر أقول ناجح، وإنما يكفي احتياجاته، أوكي؟ وهذا الشيء يعتبر نجاح لأنه أنا دخلت برأس مال، وبعد ما أحتاج إنه أحط شيء، خلاص لا هو صار يكفي احتياجاته. أول 6 شهور ما أربح شيء بس يكفي احتياجاته. فالخطوة اللي بعدها كان المفروض إنه شنو؟ خلاص أبدي أربح. بعدين بعد 6 شهور قررنا ننتقل من المكان اللي إحنا كنا بيه إلى مكان آخر، وهنا هاي كانت الكارثة، وهنا اللي صار الدروب الفظيع وكل الأشياء اللي صارت بعدها بسبب هذا الموضوع. انتقلنا من مكان للثاني، وبهاي النقلة بصراحة خسرنا زبائن هواية. الناس اللي كانوا يعرفون ذاك المكان كلهم بعد ما يعرفون وين إحنا، أو مثلا يتكاسلون يروحون على المكان الجديد أو هيجي. خسرنا فلوس مال تحويل والنقل من مكان للثاني، كل شيء مكلف. وثالث شيء الترميم بالمكان الجديد والديكوريشن، كل هاي الأمور هم خسرنا. يعني اللي سويناه من قبل رجعنا سويناه مرة ثانية. anyways الطلبات قلت. اللفة أصلا محتوياتها الكريب الساندويتش هذا أصلا مكلف، إذا تجمعوها تطلع تقريبا الربح مو هواية، يعني فتشي كلش بسيط. احنا كنا بالبداية نقول يلا ما يخالف، خلي ما نربح خلي نخسر، بس حتى توصل الفكرة، حتى ينتشر الموضوع. هنا صار الحمل أكثر من ناحية دفع المصاريف. بقيت على هاي الحالة تقريبا وراها 4 أشهر. 4 أشهر أنا أدفع من جيبي. الكارثة اللي صارت شنو؟ أنا عايشة ببلجيكا والمطعم بالعراق ببغداد، ما أقدر أني كل شهر أروح للعراق لأن تعرفون عندي رجال وعندي طفل، فمستحيل. فكنت كل ما أريد أجيب مدير المطعم يطلع يعني مو قد التوقعات، ما ترهم السالفة. فأرجع أني أقضيها أتصل بيهم، أتواصل من الصبح لليل، وأشوف بالكاميرات عندي ايش يصير ما يصير. فكنت شبه أني مديرة، بس الإدارة عن بعد يعني فاشلة إلى أبعد الحدود. هواية نصحوني قالوا لي إذا ما لقيتي أحد فترى يعني ما ترهم السالفة لا تكملين، وأنا عاندت وكملت، لأنه كنت أقول يلا ما يخالف راح ألقى أحد، أو يلا ما يخالف راح الموضوع يسهل شوي. بس يعني كابرت على حساب نفسي، وهذا الشيء أخذ مني وقت ومجهود وطاقة وفلوس هلكت. ولحد هاي اللحظة أنا دا أدفع ثمن هاي الغلطة. ثمن الغلطة الأولى إنه إحنا نقلنا من ذاك المكان للمكان الثاني، وثمن الغلطة الثانية إنه أني بقيت أحاول أشهر عديدة بعد ما صار دروب. أكيد الحمد لله شكر على كل حال، اللهم لا اعتراض على حكمك، وطبعا يعني راضية بأي شيء يكتبه رب العالمين. أكو أشياء لحد هسه أنا دا أوفي فيها مصاريف وهيجي. هذا الدروب وهاي الكسرة اللي صارت بهذا المشروع اللي نقدر نقول إنه هو فشل، خلت عندي يصير حالة من انعدام وفقدان الشغف. خصوصا أنا إنسانة ما أعرف أعيش بدون شغف. أنا إنسانة عندي شغف بكل شيء بالحياة، كل مثلا أي شيء يخطر على بالكم أنا عندي شغف فيه. فالإنسان اللي عنده تعدد بالشغف
حط حمله وثقله ومجهوده وطاقته على شيء واحد، وهذا الواحد ولحد هسه دا يدفع ثمنه، فصار عندي انعدام الشغف بكل شيء، حتى بالدراسة. حتى بالدراسة أنا مو دا عادل شهادتي هسه، حتى بالدراسة. نجي على الضغط الثاني، ضغط الأمومة. تعرفون أنا عندي بيبي تيومي الحمد لله وشكر، هسه عمره صار 1 سنة و6 شهور. خلال هاي ال1 سنة و6 شهور أني ما متفارقة عن تيومي لحظة واحدة. يعني وش اقول لكم، اروح لهاي الصيدليه اللي هنا اجيبه وياه، ماكو فد يوم تركته وطلعت مشوار. قررنا انه نسجله بالحضانه حتى اني هذا الوقت اللي انطيته يومي يعني لا خلاص اني يرجع الوقت الي لنفسي، اقعد ادرس اشتغل اطلع طب. فقررنا انه نسجله بالحضانه، وهذا الموضوع قبل اسبوعين من الان. اوكي، وكانت لحظات كلش صعبة علي. يعني تخيلوا قبل ما أسجله بيوم أني بس أبكي 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 أبكي، ما أعرف يعني أحس إنه أنا ما متفارقة عنه. شلون يعني شلون هو بعد صغير هيك أحس إنه لا بعد صغير إيش راح يصير بيه، إيش راح يوكلوه، إيش راح يشربوه، إيش راح كل هاي الأفكار هنا. فأول يوم همين من راح أنا قضيتها بس بكي. ثاني يوم بديت أتعود شوية شوية، وبديت أني ألتفت لنفسي صراحة. حتى يعني روتينات كنت أسويها قبل، روتينات العناية الشخصية وروتين كوم البشرة وكوم وكوم وكوم، عندي دفتر هيجي مال الروتينات. بعد ما سجلته بديت أتنفس، إنه ألتفت لنفسي، لدراستي، لشغلي، لكل شيء. صار عندي وقت إنه شنو أصور لكم بيه فيديو نفس هسه مثلا. هذا السبب الثاني كان اللي خلاني أني أختفي عن اليوتيوب. هسه خلينا نجاوب شوية من أسئلتكم على الإنستغرام. تفكرين بطفل ثاني وشنو تفضلين، يكون بنت لو ولد؟ سؤال حلو. أكيد أفكر، وشنو يجي من رب العالمين فهو خير. مرات أقول هيج ومرات أقول هيج، فما أعرف. هم ندمتي بيوم من الأيام إنه دخلتي طب؟ هذا الموضوع راح أكمله هسه بالفيديو، اللي هو شنو صار على معادلة شهادتي ببلجيكا. فانتظروا، صبرك علي يا باشا. انتي الداعم إلي من كنت بالسادس، والآن أنا طالب علوم حياة مرحلة ثانية، وصار اسمي البيولوجي محمد. ساعدون. شكرا إلك، شكرا إلك أخوي العزيز. شلون أخليه يتزوجني؟ صير ثقيلة ثقيلة، الثقل هو يجر الواحد. هل العيشة بغير بلد هينة؟ انخطبت لشخص بأستراليا ومترددة أقبل وأبتعد عن أهلي. قرار كلش صعب، بس يحتاج شخص جريء، ويحتاج شخص واثق انه اللي اختاريتيه هذا الانسان الصح، راح يستحملك بكل اشكالك، احوالك، ظروفك. فاذا انت واثقة انه هذا الشخص هو الصح، راح تهون عليك الغربة. اذا انت مترددة وما تعرفين هذا الشخص صح لو غلط، فما انصحك تدخلين بهذا الموضوع ابدا، لانه الغربة لوحدها هم كبير، ما عدا فرق العادات والتقاليد واللغة كل شيء مختلف عنك، كل حياة جديدة راح تبدين هنا من الصفر. فنفس ما قلت لك، تعتمد على اختيارك للشخص. اذا انت واثقة بيه توكلي على الله، اذا انت ما واثقة بيه ومترددة فابدا ما انصحك. شلون ارجع الشغف بعد ما فقدته بالسنة الثانية سادس؟ هاي الاسئلة اللي إلها علاقة وريليتد بهذا الفيديو. بالنسبة إلي ومن خلال تجربتي شلون أرجع الشغف، فهي شغلة وحدة أستنتجها، إنه أنا لازم أجبر نفسي. لما أجبر نفسي أسوي هذا العمل وأعمل هذا العمل، النتيجة بعد ما خلصت راح أحس بالإنجاز. فمن أحس بالإنجاز أريد أسويه مرة ثانية وأستمر بيه وأكمل. فهاي الطريقة الوحيدة إنه تدوسين على نفسك وعلى أعصابك وعلى شعورك وعلى الألم مالتك، وتدوسين على كل هذولا وتقومين تسوين الشغلة. أدوس على جرحي، أدوس على ألمي، على مرضي، على أعصابي، على مشاعري، على أي شيء دا أحس بيه سلبي، وأقوم أسوي هذا الشيء، أجبر نفسي. شنو الحل لمشكلة التعلق؟ أوه ماي جاد، سؤال يعني خطير. يعني هذا أحلى سؤال انسأل لحد هسه، لأن أني هاي السنة اللي فاتت كلها، يا سنة أنا متزوجة لحد هسه أنا أعاني من موضوع التعلق اللي تقريبا قرب يوصل تعلق مرضي. يعني اوكي، اتعلق بزوجي، اتعلق بابني. هاي كانت عندي مشكلة، وهسه الحمد لله وشكر شوية دا شنو
اتجاوزها ودا اخفف من عندها. وراح اقول لكم شلون خففت من موضوع التعلق. وهذا الشيء مو معناه اذا انه اني قللت تعلقي بشخص معناها قل الحب مالتي، ابدا ما لها علاقه، سواء ويا ابني سواء ويا زوجي سواء ويا اختي ويا اخويا ويا امي. التعلق شيء والحب شيء. التعلق ما له علاقه بهذا الشعور. التعلق شيء ممكن تتعلقين بشيء حتى انتي ما تحبيه. تعلق ممكن اني اتعلق باشياء، أداة أتعلق بيها، أتعلق بكتاب، أتعلق ببودكاست، أتعلق بدبدوب، لعابة، أتعلق بأي شيء. حب يعني درجة والتعلق شيء ثاني أصلا، مو درجة، تعلق شيء ثاني. يعني بصراحة وصلت مشاكل تصير بيني وبين ظفر من قد ما أنا متعلقة بيه، وأعرف إنه أنا الغلط، أعرف إنه هو ما مسوي لي شيء غلط، لا أنا الغلط. ليش؟ لأنه دا أسوي تصرفات مو منطقية بسبب هذا التعلق. اللي سويته شنو؟ الوقت اللي أني أحاول بيه مثلا إنه أقضي مع ابني أو ويا زوجي، خلينا ناخذ مثال زوجي، إنه أخذت هذا الوقت بدل ما أقضي ويا زوجي وأني أفرض نفسي عليه إنه هذا التعلق، شو أسوي؟ لا، أنسحب، أروح أنطي هذا الوقت لنفسي، أنطي هذا الوقت لنفسي. يعني مثلا زوجي إذا يتفرج مباراة، أنا كنت هيك، أنا أصلا مو كلش ويا المباراة، بس أقعد يمه هيك، يعني بس أقعد يمه، وين ما يروح أروح وياه، لو يروح مشوار هنا أنا أروح وياه. فبدل ما أقعد يمه بهذا الوقت أقوم أسوي لي شيء مفيد وحلو إلي لنفسي، أني أغذي روحي أني. هو بالمباراة دا يستمتع، أني بشنو دا أستمتع؟ أروح أسوي لي سكين كير روتين، أسوي أفوت أخذ حمام دافي، أصور أشياء أحبها، أقرأ كتاب أحبه. فالتعلق جبرت نفسي. أيضا نفس فقدان الشغف، التعلق هم تجبرين نفسك وتدوسين على مشاعرك وتدوسين على أي إحساس أريد أتشلب بيه. لا، لا تشلبين، فكي 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 فكي. روحي التهي بنفسك، روحي شوفي نفسك بالمراية، ضعي على نفسك من فوق لي جوا، شنو ناقصك؟ شعرك يحتاج عناية، اعتني بشعرك، بشرتك، أظافرك، كعبك، كل شيء. فاني هذا اللي سويته. كان حتى من يروح للجيم، يعني انا تشلبه بيه لا تروح واسوي مشكله او هيك، بعدين اني اعرف انه انا غلط. وكان حتى مثلا من يروح جيم انا كلش اضوج انه ما اريد، لا خليه يبقى يمي ليش، حتى اذا احنا متعاركين. يعني تخيلوا، قلت لكم التعلق ما له دخل بالحب والكره. يعني تعرفون كل علاقه الحب يقل بيها ويزيد بيها ويروح ويطلع وينزل. اني حتى بالاوقات اللي اني ما احكي وياه بيها اريده يبقى يمي موجود. هذا يعني هذا التعلق ما له دخل بالحب. فجبرت نفسي، لا والله يريد يروح للجيم خليه يروح للجيم، بهاي الساعتين اللي يروح بيها بالجيم اني اسوي شيء. يريد يطلع ويا اصدقائه خليه يطلع ويا اصدقائه، اني بهاي الوقت اللي هو طالع بيه او دا يسوي بيه شيء اسوي بيه شيء لنفسي. أنا أحتاج وقت لنفسي، خصوصا كأم الأنثى تحتاج وقت لنفسها. وأني من بديت أنطي وقت لنفسي يلا صرت أحب الحياة وصرت أحب نفسي. كنت كارهة كل شيء، كنت بس أبكي، مقضيتها بس بكي. فاللي سألت هذا السؤال، ملخص الموضوع فقدان الشغف والتعلق حلهم واحد، هو إنه أجبر نفسي. من تطلع لي النتيجة راح أحب الموضوع وراح استمر انه اجبر نفسي. فيصير عندي شنو؟ انضباط. هو هذا اللي يسموه انضباط، انه انا اجبر نفسي. النفس اماره بالسوء، النفس دائما تؤمرنا بالاشياء المو زينه المو حلوه السلبيه، بالوسوسه، بالاشياء كلها ما حلوه. فاني احارب نفسي واجبر نفسي. هسه انتقل وياكم لاخر جزء من الفيديو. اعرف طولت عليكم بس هذا الجزء كلش مهم، مرحله حاسمه من حياتي. قبل سنتين اجيت على بلجيكا أول ما تخرجت من كلية الطب بمصر جامعة عين شمس، واجيت اتزوجت ببلجيكا وصار عندي بيبي الحمد لله وشكر. خلال هاي السنتين اللي فاتوا أنا قدمت أوراقي إنه أريد أعادل شهادتي كطبيبة حتى أبدي أشتغل في بلجيكا. بعد ما قدمت كل أوراقي انتظرت لمدة سنة وشهرين تقريبا لحد ما استلمت قرار المعادلة، اللي كان صدمة بالنسبة إلي وصدمة مو منطقية. إنه أني المفروض أعيد 3 سنوات من كلية الطب. تخيلوا أني مخلصة 6 سنوات بمصر الحمد لله والشكر، وجيت هنا يقولوا لي لا انتي لازم تعيدين 3 سنوات. ليش؟ شنو السبب؟ لأنه ما عندي بحث تخرج. والمضحك المبكي إنه جامعات مصر كلها ما تحتاج بحث تخرج، لا جامعتي لا جامعة القاهرة لا جامعة اسكندرية، ماكو أي جامعة بمصر أعرفها يريدون بحث تخرج
كلية الطب. يعني بحث التخرج بمصر مو من ضمن متطلبات التخرج من كلية الطب، لكن ببلجيكا يعتبر متطلب أساسي من متطلبات التخرج. يا بعدل بدل ما يصير أسوي بحث تخرج وأقول لهم يسوي لي evaluation ويقيموه ما أعرف إيش، لا ما يصير. أنتي شهادتك تعادلت على هذا الأساس، فأنتي راح تكونين مضطرة إنه تعيدين 3 سنوات في بلجيكا. ال3 سنوات هاي في بلجيكا يسموها ماستر، يعني هنا عندهم آخر 3 سنوات يعتبروها ماجستير، هم هيك يسموها كتسمية وكاعتبار لهم إنه أنا مخلصة بكالوريوس هسه فراح أدرس الماستر عندهم. القرار أول ما إجا هم عشت بنفسيات وصدمات إنه أنا شلون أرجع أدرس مرة ثانية، يعني راح تصير الدراسة علي 9 سنوات مو 6 سنوات، ما عدا السنتين اللي أنا دا أعادل بيهم وتزوجت وخلفت بيها. فهاي كلها خسارة من حياتي، أنا ما راح أعتبرها خسارة من حياتي، راح أعتبرها تقدير وقضاء الله. تعب ومجهود ذهني وبدني وكل شيء طبعا أكيد، بس الحمد لله والشكر على كل حال. هسه المطلوب مني إنه لازم أسوي امتحان الإتنا تيست، هذا امتحان عالمي للغة الهولندية، لازم أحصل بمستوى عالي احترافي من اللغة، لأنه أكيد شغلي راح يكون عبارة عن تعامل ويا مرضى البلجيك والهولنديين اللي هي مو لغتي ولا اللغة اللي درست بيها الإنجليزي. فحاليا دا امشي بهاي العملية. الموضوع راح يطول وراح ياخذ وقت، ايش قد ما اعرف، بس كل اللي اعرفه اي شي يسوي رب العالمين هو خير الي. مبكي بهذا الموضوع انه ماكو معهد للغة الهولندية هسه حاليا عندهم مقاعد فارغة، لازم اقل شي انتظر 4-5 اشهر. فقررت انه ادخل بهاي المعاهد البيزك العادية، ومن تتوفر اماكن طبعا حطيت اسمي على الويتنج ليست بالمعاهد الثانية، من تتوفر مقاعد راح يتصلون بيا ويقولوا لي صار اكو مقعد تقدرين تجين هسه تداومين. فالموضوع راح ياخذ وقت، ولكن شو اسوي؟ قسمتي ونصيبي الحمد لله والشكر. دخلت بنفسيات وتأثرت ويعني كل هاي الأمور عديت فيها، فهسه تشوفوني أني شنو، يس هسه تشوفوني أنا كلش يعني متجاوزة الموضوع ومعديته، والحمد لله والشكر تخطيت هواية أمور. فنحن لها وراجعت لكم تحفيز، فيديوهات تحفيزية. أظن إنه يعني التحفيز إلي، يعني أظن إنه أنا راح أعيد الطبية مرة ثانية نصها. فيعني أوه ماي جاد. على فكرة الطب هنا باللغة الهولندية، واللغة الهولندية أصلا بيها لهجة فلمانية اللي إحنا ساكنين بهذا القسم، فالموضوع راح يصير so interesting. شر البليتي ما يضحك. لهنا أنا أكون وصلت فيكم لنهاية الفيديو، طولت عليكم آسفة، بس انتظروني فيديوهات جاية جديدة هواية إن شاء الله. أحبكم وأموت عليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله. سلام، مو تنسون اللايك والاشتراك. سلام.